ثقافتك حسب بلدك حلوة ولا وحشة، انت اللي هتحدد. بس انا مش هذكر اسامي دول علشان محدش يزعل مني، لحسن في دول ثقافتها استغفر الله العظيم وممكن تشتمني. والله العظيم سيكولوجية الانسان هي اللي بتحدد ثقافته، وانواع السيكولوجية 7، والسبعة دول يتلخصوا في ألوان التربة، يعني على حسب طينتك بقى انت وطينتك. رغم ان في اي مكان هيقابلك ال7 سيكولوجيات، بس هنا بقى الطبيعة تختلف، يعني على حسب طبيعة المكان واجواء المكان اللي انت عايش فيه. وده يتلخص في الكرة الشمسية على حسب درجة حرارة المكان نفسه. يعني مثلا في اماكن الشمس ما بتطلعش فيها غير في السنة مرة، والأماكن دي هتلاقي فيها البرودة عالية جدا. والعامل الجوي للطبيعة بيأثر على سيكولوجية الإنسان. يعني مثلا هتلاقي الناس اللي عايشة في المكان ده عندها حالة برود شديدة جدا، تلاقيهم كده زي لوحة تلج، والأماكن دي بطبيعتها لا تصلح للحياة. فهتلاقي أغلب الناس اللي عايشة في الأماكن دي مخالفة لقوانين الله عز وجل. زي ما في أماكن درجة الحرارة عالية فيها جدا، والأماكن دي هتلاقي أهلها عندهم حالة فرق شديدة جدا. عامل الجو والطبيعة مأثر على السيكولوجية بتاعتهم، والأماكن دي من أصلح الأماكن اللي تصلح للحياة، لأن الأماكن اللي درجة الحرارة عالية جدا فيها هتلاقي نسبة الأمراض قليلة جدا. وده لفوائد ومكتسبات الشمس في أوقات معينة في اليوم ربنا قال لنا عليها، ولأن درجة حرارة الشمس كفيلة إنها تقتل البكتيريا الموجودة في المكان. والعالم كله مجرب فيروس الكورونا اللي بيختفي في الصيف وبيزيد في الشتاء. في بقى أماكن الجو فيها معتدل، وطبعا سيكولوجية المكان ده مبنية على الطبيعة والعامل الجوي، والأماكن دي تقدر تعتبرها المكان اللي الأرض بتتنفس منه. الأماكن دي اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل جوها مثمر. تربة الأرض في كل مكان على الأرض واحد، 7 سيكولوجيات هتلاقيهم موجودين في كل بقيع الأرض. الاختلاف في الأجواء. القصة مش في التربة على فكرة، انت لو جبت شوية حلبة وحطيتهم في كوباية وحطيت قطنة هتزرع، لو بذرة في خرسانة هتزرع. وده بسبب الجو المعتدل في المكان ده. إرادة ربنا مخنوق. وهنا يجي